من حوالي سنة تقريبا حصل إن تم نقل المركب المقدس للملك خوفو للمتحف المصري الكبير استعدادا للحدث الأهم والأكبر في تاريخ مصر واللي بينتظره العالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. طيب سريعا كده خلينا نعرف ايه هي حكاية المركب المقدس ده. في 26 مايو سنة 1954 تم العثور على سفينة الملك خوفو أو خوفو شاب، واللي تعتبر واحدة من مراكب الشمس اللي كانت بتستخدم أيام المصريين القدماء، واللي عثروا عليها في قاعدة الهرم الأكبر على أيدي العالم المصري كمال الملاخ. أما عن مركب خوفو أو خوفو تشيب، القارب الجنائزي واللي صنع من 5000 سنة وتحديدا سنة 2800 قبل الميلاد، وهي عبارة عن مركب خشبية صنعت من الأرز، ولما تم العثور عليها فعثر عليها مفككة الأجزاء. أما عن المركب فكان بيتم صنعها لوضع الجثث الملكية عليها وقت المراسم الجنائزية. أما عن المركب فتم نقلها للمتحف المصري الكبير استعدادا للحدث الأضخم في مصر واللي بينتظره العالم كله، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، واللي زي ما قلت لكم هيكون محط أنظار العالم كله، زي ما حصل في افتتاح طريق الكباش، وزي ما حصل يوم نقل المومياوات إلى متحف الفسطاط. أما عن المتحف المصري الكبير فهيكون ليه فيديو مخصص لوحده وهنتكلم عنه بالتفاصيل في فيديو قريب، عشان كده اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة واستنى معايا الفيديو قريب جدا، والسلام عليكم.